طيب نتكلم على البرودكت التاني الجديد اللي هو البرايمر الطبيعي للوجه. طبعا برضو ده من البرودكتس الطبيعية، واللي لما تتحط على البشرة انتي بتحطي حاجة بتغذي بشرتك بيها، ما بتبقيش خايفة خالص. عموما يعني ايه هو البرايمر؟ على حد علمي انا اللي اعرفه ان هو بيكون يعني حاجة كده ما هياش في تقل كريم الاساس ومش مية، حاجة هتلاقوا قوامها وسط، بيتحط قبل المكياج. ليه؟ عامة بيدي نوع من يعني زي ايه، طبقة بتمهدي بيها لاستقبال الميك اب اللي هتحطيه، ايا كان كتير قليل وسط. الطبقة دي كمان الميزة اللي فيها انها بتعزل انسجة البشرة عن الميك اب، لان انا مش عارفة الميك اب اللي انت هتحطيه ده طبيعي ولا زي اغلب الميك اب الموجود في السوق مليان كيماويات. فدي نقطة كويسة ان هو بيبقى زي طبقة عازلة بين البشرة والمكياج. فانت لما تبقي حاطة الطبقة العازلة دي كلها مرطبات ومواد طبيعية مغذية جدا، فدي حاجة حلوة، دي حاجة بتديكي يعني نوع من الطمأنينة ان انتي مش واخدة البلاوي بتاعة المكياج كلها على وشك، او المسام بتاعة وشك كلها مش لقطة الكيميكالز الشديدة اللي بتبقى موجودة في الميك اب العام التجاري اللي موجود في كل مكان. اوكي. برضو هو لو بتحطي ميك اب بيساعد بدرجة حلوة برضو في تثبيت الميك اب. بيتعمل بصورة انه بيقلل الافرازات الدهنية بنسبة برضو معينة. في برايمر بيبقى معروف انه لمنطقة العين بس، وفي برايمر بيبقى معمول بمواصفات انه يمشي للعين والبشرة. احنا عاملينه بمواصفات انه يمشي لمنطقة العين وللبشرة، يعني عاملينه بالكرايتيريا الاعلى. احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان اي حاجة تحط تحت العين تبقى امان لكل منطقة الوجه، والعكس غير صحيح. فاحنا بتاعنا لكل منطقة الوجه بما فيها تحت العين والرقبة طبعا. اوكي. بتاخدي منه حتة كده وتبتدي توزعيها كده على البشرة، وحركات دائرية، ومنطقة الشعر اللي هي منطقة الجبهة دي، وتسيبيه لحد ما يرتاح على البشرة كده كذا دقيقة، تحسي انه امتص تماما، وبعد كده ابتدي حطي الميك اب بتاعك عادي جدا.